طلعت فجأة كده ببص من البلكونة، لقيت على اول الشارع اختي جايه من اول الشارع ومعاها ابنها ومرات ابنها. قلت يا نهار ابيض، ده انا مش عامله حسابي لاي حاجه. اختي ومرات ابنها وابنها جايين طالعين على باب الشقه، طالعين على باب البيت. قلت يا نهار ابيض، الحق اعمل ايه بس ولا ايه؟ المهم دخلت جري على المطبخ، ورحت قلت هعمل ايه. جري على المطبخ، قلت يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الزريبه اللي انا عايشه فيها. شفته بقى اصعب حاجه ان حد يجي كده وما يكونش عامل حسابه. وهنا بقى قلت انزل الم الدنيا بسرعه، بس طبعا لازم اوريكم نوع السمنه واحنا فاضيين. ما احنا رايقين ان كأن مفيش حد جه على اول الشارع ده. خلاص دخلنا على البيت، وورينا كمان يا حبيبتي نوع الفول. يلا يلا، كأن ما فيش حد داخل على اول الشارع ولا حد داخل على البيت. قلت انزل بسرعه الم الحاجه قبل ما هي تيجي والكوبايات، وانضف الدنيا واروق لحسن ده هما طالعين. يعني ما فيش، هي كانت على اول الشارع يعني المفروض خلاص داخله على البيت. قلت بعمل ايه، رحت مطلعه الفراخ وقلت اشوف بقى اسهل اكله اقدر اعملها وفي نفس الوقت تبقى بسرعه بسرعه واعمل حاجات حلوه. هنا بقول ايه، انا معايا الرجول الفراخ بحبها مش هرميها، اللي بيقرف منها ما يتغداش معايا. رحت جبت كمان كيس الممبار من الفريزر وقلت دي اسهل اكله اقدر اعملها على ما يطلعوا كده وايه ويوصلوا لحد باب البيت. وفضلت بقى ايه، رحت مطلعه الممبار وقلت ايه هخليه يفك كده، وسيبته بقى ايه فك اهوت على ما انا لميت المطبخ وروقت الحاجه. وقلت كمان هغسل الفراخ وانقعها واخلصها واروح اشوف ورايا ايه لحسن. وكمان في ورق عنب، ده احنا هنعمل ورق عنب كمان. شفتوا بقى نقيت اسهل اكله وقلت الحق اعملها قبل ما يطلعوا على السلم. وبدات بقى قلت كمان ايه اخش اغسل المواعين، يعني يقولوا عليا معفنه وتيجي مرات ابنها تقول ايه دخلت مطبخها وحش وحاجتها وحشه. لا، لازم ابقى قشطه كده وارفع راس اختي واشرفها قدام ابنها ومرات ابنها، يقولوا اختي كده حاجتها حلوه واكلها حلو. دخلت بقى غسلت المواعين وظبطت الدنيا، وقلت بقى اشوف هعمل ايه عشان يقولوا ايه مطبخي حلو وحاجتي حلوه ونظيفه. ادي بقى يا جماعه، شفتوا بقى اللي يعني لما بيحصل الظروف مره واحده ونبص نلاقي حد جه فجاه من غير ما بنعمل حسابنا، بتبقى يعني موقف محرج جدا. فدايما احنا نعمل نخلي بقى بيتنا ايه عاملين حسابنا كده يبقى نضيف في اي وقت. بس انا اول ما شفتهم من البلكونه ما استحملتش، نزلت تحت على جري، تحت على جري. خدت بالكم انتوا، نزلت جري على طول على تحت ودخلت على المطبخ بقى وقلت ايه انضف المطبخ واغسل المواعين والحوض كمان عشان ما تقولش الحوض بتاعي وحش ومش نظيف. دخلت بقى غسلت الحوض وغسلت المواعين وعملت كل حاجه عشان مرات ابنها ما تقولش علينا ان احنا مش نضاف. ولازم ارفع راس اختي كده واشرفها قدام ابنها ومرات ابنها، واعمل لهم كمان اكله حلوه وتكون سهله وسريعه. هنا عماله بقى بغسل وبروق، ورحت جايبه الفراخ وقلت بقى ايه الدنيا هوا كمان، ده حظهم حلو جايين في يوم هوا خالص. دخلت بقى رحت نقع على الفراخ وقعدت اغسل فيها، وقلت بقى انا همسك الورك ده عشان يكفي. قلت همسك الورك واقطع الورك نصين عشان كل واحد ياخد حته ويكفي. ما هو الفراخ غاليه هنعمل ايه، لازم ايه كل واحد ياخد حته كده على قده. وفي نفس الوقت ابقى عملت حاجات حلوه كده واشرف اختي كده قدام مرات ابنها وارفع راسها قدام مرات ابنها وابنها. المهم عماله اقول ايه يا ولاد ركزوا لحسن تكون طلعت على السلم وجم، ده انا سايباهم على اول الشارع. بدات بقى اغسل الفراخ وقطعت الحته اللي هي الفرخه بتمسح بيها مناخيرها كده، ورحت جايه ايه منضفاها وشايلاها عشان ما تبقاش ايه عامله زفور. المهم خليكم معايا، لو حد دلوقتي لسه موجودين لحد معايا دلوقتي ركزوا انتوا بس معايا، مش مهم اللي انا بقول. لو موجودين معايا لحد دلوقتي ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايك كده وتعملوا لنا اشتراك وتظبطوا لنا الدنيا في الايه كل الزراير والحاجات اللي حواليكوا عند الفيديو كده وانتوا بتتفرجوا تسلوا يعني. المهم بقى رحت ماسكه الفراخ ومقطعاها وعملت لها فتحات كده عشان اتبلها، ورحت غسلاها ورحت نقعاها وقعدت اقطع بقى في الايه في الوراك عشان كل واحد ياخد حته زي ما قلت لكم. وقعدت اقول يا ولاد ركزوا مع الباب عشان هي زمانها جاي. رحت لميت البتوع دول وقلت بقى خليهم في حله صغيره كده لوحدهم، عندنا كلب كده قدام البيت ناخد ثوابه. والمهم رحت جايه مخلصه بقى ورحت ايه عملت المطبخ وغسلت المواعين ونقعت الفراخ ورحت مظبطه حالي. جبت بقى شويه الخل هنا مكان ما قطعت الفراخ عشان ايه التعقيم يعني وكده، عشان ما يقولوش علينا ان احنا ريحتنا زفره وكده، بتبقى في الدنيا متعقمه وريحتها حلوه. يعني ينفع مرات ابنها تتكلم علينا وتقول ان احنا مش نضاف؟ لازم ارفع يعني راس اختي كده واشرفها قدام مرات ابنها وتاكل حاجات حلوه وتشوف بيتنا نضيف قدام ابنها. ورحت جايه مقطعه الليمون وحاطه التوابل وايه ومنقعه الفراخ في ملح وليمون والمحلول بتاعها دوت. احنا قلنا انا اللي عايزه اتعلق لي محاليل. ورحت جايه نقعاها وحطها بقى في ايه في الميه بملح ديت، وقلت اللي هخليكي على جنب لما اشوف غيرك يا حبيبتي. بس وبعد بقى ما نقعت الفراخ وخلصتها رحت حطها على جنب في المحلول بتاعها قبل ما اركب محلول. انا كمان غسلت بقى الحوض، احنا ورانا حاجه، احنا هنقعد طول النهار نغسل في الحوض والناس طالعه على السلم. رحت غاسله بقى الفراخ مكان غسلت الحوض مكان الفراخ، ورحت جايبه بعد ايه الممبار. قعدت بقى جبت الممبار بعد ما فك كده وقعدت اغسل فيه واقول لهم ركزوا خليكم مركزين على الباب عشان زمانهم طالعين على السلم وزمانهم كده قربوا خلاص. ورحت جايه ايه قلت احط ميه الفراخ تتسلق.
الحله ديت مليتها، قلت الفراخ تتسلق، وحطيت ميه كمان تتسلق لورق العنب عشان على ما اغسل الممبار تكون الفراخ اتسلقت معانا. يبقى يعني ايه، اخف نفسي واحده واحده كده. انا لازم اعمل اكل حلو واشرف اختي قدام ابنها ومرات ابنها، ما يضحكوا علينا عيب علينا، يقول اختك ما عرفتش تعمل حاجه، ما عرفتش تقابلنا. بس قعدت بقى اغسل الممبار واقلبه كده وانضفه واخليه قشطه قشطه قشطه. طبعا انا بجيب الممبار بروح مقطعاه واروح قلباه، واجيب السكينه واكحت بقى، بطلع منه حاجات صفرة كده وحاجات مش حلوه، مش لازم اقول لكم عليها عشان اللي ما بيحبش الممبار، وعشان اللي بيحب الممبار ما يكرهوش. وقعدت بقى اغسل فيه كده وايه واطلع حاجات صفرة كده منه بالسكينه. ولازم يتقلب، لو ما اتقلبش عمري ما اكله ولا ادوقه ولا اجي ناحيته. لازم يتقلب واكحته واغسله بملح وخل وليمون، وبعد كده ابقى احشيه. المهم عملت ايه بقى، رحت بعد ما خلصت وقعدت اكحب بالسكينه كده واغسل في الممبار لحد ما خليته قشطه. عماله اقول لهم ركزوا مع الباب يا جماعه، هم خلاص كده قربوا ييجوا على الباب اهمت، وعايزه افتح لهم الباب. قلت لهم اول ما الجرس يرن افتحوا لهم. قمت خلصت الممبار ونقعته، وبعد كده رحت عملت ايه، كنت هنا بقى عملت الصلصه وسلقت الورق العنب، بس ما رضيتش اصور، يعني صح ان انا هقعد اصور وهم داخلين على البيت؟ قلت لا ما يصحش، مش وقت التصوير. ما صورتكوش بقى الصلصه والورق العنب وهو بيستلق. هنا بحب انا بقى بعمل الممبار وورق العنب بحبه ني في ني، يعني عملت الصلصه بس يعني خليت الصلصه اتسبكت، لكن الخضره والرز والثوم والبصل وكل الحاجات دي بحبها نيه، تتحط على الصلصه نيه كده، وملح وكمون وكل حاجه على الصلصه بتبقى نيه كده. وبعد ما خلصت وحشيتهم، ببص بقى لقيتهم ايه، بيتصلوا بيا يقولوا ان احنا مشينا. مشيتوا ليه، ايه اللي حصل؟ قلنا وقفنا على الباب ساعتين ما حدش رد عليا. قلت لهم ساعتين ده انا ما غبتش 10 دقايق عملت الاكل، على العموم مش هيخسر. قمت واخده بعضي وضربت المحشي الممبار ومحشي الورق العنب، وهم ما كلوش في الاخر. ودي عيدان بشيلها عشان بتاعه الورق العنب بتدي مزازه وطعم حلو كده في المحشي من الورق العنب، وبتبقى طعمها حلو. المهم عملت ايه، رفعت راس اختي في الاخر، وخدت مرات ابنها وابنها وما لقوش حد يرد عليهم، وخدوا بعضهم ومشوا. قمت ماسكه الصواني اللي انتوا شايفينها ديت ونزلت حتتك بتتك، وكلت الاكل كله لوحدي. قلت بقى براحتها، انا هعمل لها ايه، انا دخلت انضف المطبخ واعمل اكل، وفي الاخر خدت بعضها ومشيت. خلاص براحتها، رحت انا واكله الاكل بقى ده كله. لحد دلوقتي لو كان عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لنا بقى لايك واشتراك وكل الحاجات الحلوه اللي عندكم دي كلها.